واش عارف بلا اي سلوك في الحياه سواء كيزيدك القدام ولا كيرجعك اللور ممكن يكتسب الا درتيه في بالك وتبعتي ليه خطوات واضحه. وبما ان هذه السلسله كانت على التفاؤل والتشاؤم، حللنا الموضوع نفسيا، فهمناه علميا، وتكلمنا عليه حتى دينيا، وعرفنا الاسباب والنتائج وعلاش التفاؤل ماشي طرف بل ضروره نفسيه وحياتيه. في الجزء الرابع غنوصلوا للاهم، كيفاش ندربوا راسنا على التفاؤل. عرفنا السر، شفنا شنو كيوقع في الدماغ والجسم، وعرفنا بلا الاختيار كيبدا من الداخل. والسؤال دابا هو كيفاش نعيشوا التفاؤل النهار كامل. التفاؤل ماشي شعور كينزل علينا من السما، وماشي كلمه كنقولوها. التفاؤل مهاره، والمهاره كندربوا عليها كل نهار. هادشي كيبدا بخطوات بسيطه ولكن فعاله. سجل معايا. اولا ركز على لحظه واحده ملي يوصلك خبر صعيب ولا يوقع موقف كيهرس الخاطر. وقف لحظه، خذ نفس عميق وقلب على نقطة ضوء صغيرة في وسط الموقف، حتى إلا كانت غير أنا باقا واقفة. بهذا الدماغ كيتدرب وما كيبقاش يشوف غير الخطر ولكن كيشوف الأمل كذلك. ثانيا درب دماغك على الامتنان اليومي. كل نهار وقف مع راسك وسول شنو الحاجة الزوينة اللي وقعت اليوم. ضحكة، هدنة، كاس داتاي شربته وانا جالس ومرتاح، الشمس طلعت، انا واقف. هاد العاده البسيطه كترفع السيروتونين وكتقوي التوازن النفسي بلا دواء. ثالثا تقبل المشاعر بلا صراع. الا حسيتي بالخوف ولا الحزن ولا القلق قول ان هادشي طبيعي. التفاؤل ما كيعنيش نكذبوا على راسنا بل نختاروا ما نخليوش الخوف يتحكم فينا. رابعا بدل السؤال اللي كتسول راسك، ما تقولش علاش ديما كاين الأسوأ، سول شنو احسن تصرف نقدر نديرو دابا. السؤال الصحيح كيبدل الاتجاه ديال التفكير. خامسا رد بالك الجسم ديالك. التشاؤم كيسكن في التوتر، في النفس المقطوع، في الشده. حرص دائما على التنفس العميق، الحركه الخفيفه، ذكر الله، وقفه هادئه مع النفس. وإلا حسيتي بالحزن والياس ما تحش معاهم بالذنب. الضعف قدام الابتلاء طبيعي وماشي اختيار واعي. ديما التغيير ما كيجيش فجأة ولكن الوعي هو البداية. جرب هذه الخطوات يوميا بهدوء وبصبر. وإلا حسيتي بالسلسلة مساتك سول راسك شنو أصعب موقف داز عليا وكيفاش بدلت النظرة ديالي ليه. وشاركوا معنا نستافدوا كاملين. وتفكر ما نقدروش نتحكموا في الظروف ولكن نقدروا نتحكموا في النظرة، وهنا بالضبط كيبدا سر الحياة الحقيقي.